وما بين بعض، بس انا عايزاك دلوقتي تصالح الزملكاويه، هتصالحهم ازاي من خلال ليله سمر؟ اقول لهم الف مبروك ان شاء الله على الدوري باذن الله، وياخدوه شويه كده عشان احنا زهقنا منه اصلا الدوري ده اساسا ملل بتاع. انت لو رحت لا يصلح خالص. انت لو رحت النادي الاهلي مش هتلاقي مكان في البتاع اللي فيها الدوري، في واقسم الدولاب بالله في بتاع الدولاب البطولات مش هتلاقي مفيش. مكان للدوري، فلازم طب نملى دولاب شويه. الزمالك عامل ازاي بقى لو قارنا الدولابين ببعض؟ دولاب الزمالك كله هدوم. على فكره انا مش معاك في اللي انت بتقوله، احنا لا لا بنحترم والله. الزملكاويه يا جماعه. والله انا بحب الزمالك اكتر من الزملكاويه. طب اشرف زملكاوي ولا اهلاوي؟ والله يعني انا مريح دماغي. ايه بقى ازاي؟ تخيلي ولا ليا في الكوره خالص؟ انا بكره الكوره بجد؟ مش ما بحبهاش، ولا انت بكره. خايف عشان الناس تجي لك المسرح؟ لا خالص بالعكس. بجد؟ لا والله يعني لا بجد ما بحبش الكوره خالص يعني. عندي عقده منها، فعشان كده يعني مريح دماغي. الاقي اصحابنا مثلا الاهلاويه يتغلبوا فاكلمهم اضايقهم، الاقي اصحابنا الزملكاويه يتغلبوا اكلمهم اضايقهم، او دول ابارك لهم، او دول بس مريح دماغي يعني. عندنا 500 حاجه تشدنا، هندور على حاجه كمان تشدنا؟ لا طبعا الحمد لله يعني. طيب حضرتك بقى زملكاوي ولا اهلاوي؟ لا انا كنت زملكاوي زمان. وبعدين؟ لا مع الفن لا يمكن، يعني مسرح او سينما لا يمكن تنتبه لاي حاجه. يعني لا بتفرج على ماتشات ولا عارف مين بيلعب دلوقتي فين ولا بتاع ولا الكلام ده. يعني انا افتكرت ان بعد ما الزمالك ما بقاش لا 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 لا، من من ايام ما كان بيلعب وبيكسب برضه انا يعني نسيت. انت بارادتك يعني عشان انت ما عندكش وقت. بالظروف طيب في تصريح الفنان محمد صبحي كان اشاد فيه بالعروض،